هنا في بغداد ولا في القاهرة ولا في الرياض، نحن هنا في ولاية تكساس الأمريكية، حيث تلتقي رائحة البن العربي ودخان باربيكيو تكساس الشهير. أحبتي متابعي بودكاست صوت العرب من تكساس، تحية طيبة أبعثها لكم أينما كنتم، وحلقة جديدة من هذا البودكاست الذي سأنقلكم من خلاله إلى مهرجان الغناء والطرب العربي. غنوا معنا. متابعينا، كما عودناكم أن نكون معكم في المهرجانات والمحافل التي يقيمها العرب هنا في المهجر، وخصوصا في ولاية تكساس الأمريكية. اليوم لنا وقفة في مدينة دالاس ولاية تكساس الأمريكية، ومهرجان الطرب العربي الأصيل، مهرجان غنوا معنا. أحبتي، وكما تشاهدون هذا التناسق الرائع الحاصل بين الجمهور والفرقة الموسيقية، لم يأتي هذا من فراغ، لأن المايسترو وعازف الكمان ونيس بيضة بدأ الحفل بهذه التعليمات للجمهور، والذي بدوره طبقها كما هي. معناها في شيء مقطع عم نعيده، وإذا ما تكون هيك رح نروح للمقطع اللي بعده، وإذا ما تكون هيك بدنا نقفل يعني اسكتوا كده، وإذا عملت لكم هيك معناها رح ترقعوا زغوطة من هي. الجمهور الذي حضر المهرجان كان متعطشا لسماع الأنغام الجميلة والألحان العذبة والمشاركة بأدائها.
مهرجان غنوا معنا تضمن عدة وصلات غنائية لأشهر الألحان والإبداعات الطربية العربية من مختلف البلدان، والتي توزعت من مشرق الوطن العربي إلى مغربه. كتير متحمسين، سامعين كتير اشياء حلوه عن الفرقه. من مصر لاسكندريه، ان شاء الله تكون تعجبنا ونكون نهيص معاهم. بصراحة نعم أول مرة نشارك بمثل هيك مهرجان بأمريكا، بس مثله جميعنا من الأردن. توقعنا صراحة كان أجمل بكثير مما توقعنا، وكان شيء بجد كثير حلو، وأول مرة نيجي على يارا نغني. إحنا جدد على دلس أصلا، فكانت أجواء عظيمة وكل الواحد يتعرف على العرب وعلى الأجواء السعيدة. كثير حلو، كثير حلو. أنا بموت في أم كلثوم، ألف ليلة وليلة.